اف ام هذه سبورشيك. المونديال 2030 المغرب اسبانيا والبرتغال، وبمناسبه المونديال المغرب تستعد وتشيد ملعب الدار البيضاء الجديد. يقال انه ثاني اكبر ملعب في العالم بطاقة استيعاب عبد الستار تقدر ب 115 ألف متفرج. أكبر ملعب في العالم عندك فكرة وين؟ تو حاليا الماراكانا لا صغروه الماراكانا، ما عادش في كوريا الشمالية 150 ألف شمالية متفرج. اي كوريا الشمالية 150 ألف متفرج. عاد هو هذا 115 نتاع 150، هذا 115 الثاني هذا. دونك الملعب قلنا يتسع 115,000 متفرج. التصميم حلو ياسر، التصميم مستوحى من الخيمة والثقافة المغربية. التفاصيل شركة بريطانية تدعى بوبولوس هي اللي ستبني هذا الملعب. تعليقك عبد الستار على هذه التحفة الفنية في المغرب اللي باش تحتضن مباريات المونديال في الدار البيضاء في كازابلانكا؟ انفستيسمون كبير المغرب قاعدة تعمل فيه، معناتها راهو كي تشوف التحفة هذيا وكيفاش مستوحاة من تقاليد المغرب، من الموسم، من الخيمه، من برشا حاجات معناها كسوسوا تراديسيونيل ولا حتى كونتمبورين تو مودرن من المغرب. دونك باش تعطي ايماج كبيره على كاس العالم. هذا استثمار من بين الاستثمارات اللي باش ترجع بالربح على المغرب، روتور كبير سور انفستيسمون. باش يصرفوا براتيكمون 5 مليار دولار، مي اون كونتر بارتي مرابيح بركه يظهر لي حتى من السياحه ما 12 مليار. عندي بعد تنقل قداش المبلغ بالضبط. دونك معناها لهنا فما دو كلوب منتصور الرجاء والوداد باش يستعملوا كيف الملعب هذايا. هما ما قالوش عليهم، يقالوا دو كلوب. اكيد الرجاء والوداد ما فماش اكبر من زوز فرق قدومه في الدار البيضاء. اكيد معناتها اليوم بنيه التحتيه نتاع المغرب الحقيقه قاعده ديباسي في ما نقولوش على العالم العربي، احنا حتى على مستوى اوروبا لهنا تنافس كبير. هذايا قاعدين يمشيو معناتها البنيه التحتيه ولا بيرفورمانس سبورتيف نتاع المغرب كسوا اللي عملتها في كاس العالم ولا توا اللي تطمح باش تعملها المغرب. فريمون حاجه تخلينا نفتخروا بالمغرب كبلد في شمال افريقيا، تخلي البلدان المجاوره ان شاء الله تقتدي بهالمثال هذايا ويكون ان اكزامبل باهي ويشجع العباد على الاستثمار. نشوفوا اليوم قيمه كاس عالم وتنظيم كاس عالم على المستوى الاقتصادي للبلاد هذايا، وشنية باش يرجع على قيمه الناتج الداخلي الخام نتاع المغرب اللي باش يتقدم بصفه كبيره برشا. دونك فما الناس تحكي من 7% في السياحه ل 30%. اليوم الرياضه تدخل في 0.2 في الناتج الداخلي الخام باش توصل في كاس العالم ل 2 و 3%. الاعلام الرياضي كيف فما ديزانفستيسمون على مستوى البنيه التحتيه حتى نتاع الاعلام باش تتطور، لانه في المغرب ماهيش متقدمه. دونك اكيد الجانب هذا يشهد تطور ومقاولات البناء. معناتها الحقيقه فما كيف على مستوى اليد العامله تشغيل مباشر او غير مباشر 100,000 سرير باش ينضاف في 2030 على مستوى الفنادق. ارقام الحقيقه كبيرة برشا. هذه رؤية على مستوى الاقتصاد، رؤية كبيرة برشا بالنسبة للمغرب. احنا نفتخروا بالمغرب كبلد عربي. اليوم فماش عقدة انه هما لي زوروبيان اقوى منا، لا المغرب اليوم قاعد يقدم، قاعد يوري في مثال باهي، وقاعد يخلي في الافريق نخرجوا بها شويه مكا اللغه اللي احنا ديما عالم ثالث. اليوم احنا قادرين ننظموا مونديال، قادرين نعملوا ملعب بطاقه استيعاب تكون ممكن هي الثانيه في العالم. هذا يخلينا كان نقولوا تحية كبيرة للمغرب، تحية على القائمين على الرياضة في المغرب اللي يخموا انه الرياضة وسيلة لإنعاش الاقتصاد، وسيلة لتطور الشعوب، ووسيلة تحقق بها مستوى عيش كريم بالنسبة للشعب المغربي. به انت قلت انه البلدان المجاورة ممكن ستقتدي بالمغرب. الجزائر قاعدين يخدموا في خدمة على هذا المستوى. نحن مازلنا 404 نوت فاوند الى حد الان، مازال ما فما حتى شيء على مستوى تحسين البنية التحتية وتشييد ملاعب تليق بالرياضة التونسية، ملاعب وقاعات. زاد حتى القاعات نحن راهو تهتك تشوف وضعية القاعات في تونس 2006 و2005 و2007 كنا على مستوى عالي جدا في البنية التحتية، خاصة في رياضات القاعات. عبد الستار توا
هاك تشوف. احنا سامحني يمين في الكلمه هذه، احنا دونك فما بيروقراطيه وفما اوراق ماهيش باش تقدم اليوم هنا. يلزم رئيس الجمهوريه هو اللي يتدخل ويفسخ لنا هالبيروقراطيه هذيا وهالاوراق وهالبابراس، يجي يعاود من الاول، ينحي ويعاود كيما ملعب المنزه. انت نصلحوا في ملعب ما جا حد شيء، تنحي وعاود طلع ملعب جديد، قاعه ما تصلحش تنحي وعاود. الوزير قال عنده رمزيه تاريخيه الملعب بالنسبه للتوانسه اللي هي الحقيقه غير مقنعه. الحجه رمزيه كبيره برشا الحقيقه. لا توا الملاعب راهو صغار، راهو 25,000 ارينا محليه، ملعب متحفن كيما تشوف فيه مثلا بناهم في العراق. محمد الملعب هذا التحفه بعد ما كنا نحن يضربوا بنا المثل على جميع المستويات. انت كنت تلعب في وقتك انت ما كانش فما مشكل نتاع عشب نتاع ملاعب، كنا على اعلى مستوى. محمد لا امين، شوف ظرف استثنائي احنا تويكا تونس، لانه تويكا تونس يعني تمر بفتره يمكن اقتصاديه صعيبه شوي، يعني فما ميكرو محمد بالله. اي قلت لك يعني حاله اقتصاديه تمر بها البلاد ما تسمع لهاش هي باش تتلهاب بحاجات. انا نقول حاجات ثانويه بالنسبه للي تعيشوا العباد وتعيشوا العائلات وللحاله الاقتصاديه والحاله المعيشيه نتاع الشعب اون جينيرال، فهمت. لكن كل شيء يجي بشوي بشوي. احنا قاعدين ما فماش بشوي ما فما شيء جاي يا محمد. شوف محمد لحظه بركه محمد، باش نقص عليك باش نسالك سؤال برك. صرفنا قداش من مليار على ملعب سوسه، شنو خرجت انا؟ معناها كي نحكيو على فلوس صحيح وضعيه اقتصاديه، لكن عمليه احتيال وقت اللي نحطوا بيجي على بلاصه احنا بيتنا ما نخرجوهاش في ابها حول. ملعب المنزه كيف قال لك 900 نهار 100 مليار. شوف انت الوضعيه. لا شوف امين، شوف رو احنا توك في فتره انتقاليه مهما يكون. انت راهي بلاد قاعده بشوي بشوي قاعده ترجع للهويه نتاعها، قاعده تثبت في الثوابت نتاعها. قاعده لا علينا محمد في تونس، لا علينا في تونس. حكينا على المغرب ولا الملعب. المغرب ابداع يعني ابداع ونجاح، وان كان مسبوق يعني اللي عملته قطر الحقيقه يعني لفت الانظار، وكان يمكن الناس حافز بالضبط حافز للمغرب بالنسبه للمغرب حاجه تنجم، حاجه ايجابيه تنجم تستفاد منها المغرب وتستفاد منها الكره المغربيه الون تيرم، وتكون مثلا التفكير الاول للكاف، وتكون الرياده للمغرب في اي تظاهره جديده تكون هي الرائده، وتكون هي في بريمير تابلو اللي في تفكير الكاف باش تنظم المغرب. سي بيان التطوير الذي منظومه كره القدم ككل حاجه تحسب لهم هما. ديجا المغرب عندها عديد الايجابيات فيما يخص البنيه التحتيه. اكاديميه محمد السادس اللي حكاوا عليها فهيد هليلوزيتش مثلا، شكون مدرب مهدي النافطي نتفكر عم في حوار معانا كان منبهر باللي لقاه في اكاديميه محمد السادس في الرباط، وكان متحسر على العوده الى كازابلانكا. قال باش نرجعوا نترينيو في كازابلانكا في ملعب مركب الوداد، لا علاقه ولا مقارنه باللي لقاه في محمد السادس. بالنسبه للارباح متوقع انتعاشه في الاقتصاد المغربي بقيمه 1.2 مليار دولار. السياحه باش تخدم، الدولاب باش يدور في 2030. عبد الستار تعرف المدن المغربيه الجميله السياحيه، مراكش، اكادير، الرباط، كازابلانكا، هذا من الكل انتعاشه كبيره ستشهدها المغرب في المونديال. هي انتعاش على 3 فترات، لانه فما ما قبل المونديال بسنوات، فما اثناء المونديال وما بعد المونديال. ما بعد المونديال لانه ما قبل المونديال فما المقاولات ومتاع البناء هما اللي باش يخدموا، لانه توا فما نزول جديده قاعده باش تتعمل، فما ملعب جديد اللي باش يسحق مواد بناء ويد عامله باش تخدم. على مستوى الاتصالات فما قال لك لي كومونيكاسيون باش يكثروا، حتى البيانات، تطوير السنجي، فما خط ثاني نتاع تي جي في باش يصير في البريود هذه كلها معناها بطريقه مباشره او غير مباشره استثمارات وباش تحرك الحركه الاقتصاديه في المغرب اثناء المونديال، واللي هي الانتعاشه الكبيره، لانه فما ممكن 26 مليون سائح يظهر لي باش يدخلوا في 2030 للمغرب. كي نحكيو على السياحه كانت 7% باش تمشي ل 30%. راهو كي نحكيو تطور في الناتج الداخلي الخام ب 23%، راهي هذه معناتها رقم خيالي، معناتها غير
قادر اي بلد انه يعملوا بطريقه عاديه بدون دوره تكون كبيره، هذه اللي تستقطب العباد الكل. نحكيو انه الخط الثاني كما حكينا نتاع المواصلات، تي جي في باش تولي حتى معناتها تتحرك انت في المغرب معناتها في لحظات تتنقل من بلاد لبلاد. واليوم هذا يسهل راهو المستثمرين ما بعد كاس العالم باش يجيو يستثمروا في المغرب. هنا حتى نشوفوا احنا لي كلوب يوليو ينجموا، حتى لي كلوب اوروبيان ينجموا يجيو ويعملوا دي ستاج. هنا حتى الرياضه هي ما تدخل حتى شيء راهي في المغرب. توا هما حتى عندي ان بروجرام انه الرياضه باش توخل حتى 2-3% يحبوا يدخلوا معاها في الاقتصاد نتاع البلاد. هنا دوره اقتصاديه كبيره، وهذايا راهو باش جايب اراده سياسيه. راهو ما تنجمش تعملوا من غير اراده سياسيه، مش خاطر انت راهو باش تنظم كاس عالم وتدخل على كونديداتور لازم تكون فما اراده سياسيه وفما ناس باش تحط الفلوس. الانفستيسمون 5 مليار 6 مليار، لكن شوف من بعد شنو باش يفما، شنو باش يصير. تحط الفلوس لكن من بعد باش تدخل راك فوا 5 فوا 6 فوا 10، وهذا الكل باش يرجع منافع كبيره للسبور. الموقع الجغرافي عبسة